السلام عليكم. في 8 أبريل عام 1966 صدر عدد مجلة تايم بغلاف أسود وبأحرف حمراء كبيرة مع العبارة الصادمة Is God dead؟ هل مات الله؟ كان العدد مخصصا كما هو متوقع للحديث عن انحسار التدين والإيمان في العالم المعاصر آنذاك، أي قبل 50 عاما. بالضبط كان الحديث عن عدم وجود حاجة لله في العالم المعاصر بما أن العلم فسر كل شيء. وكان العدد متزامنا مع صعود حركة أكاديمية عرفت باسم موت الإله، كانت موجودة بين اللاهوتيين والفلاسفة آنذاك، وكانت هذه الحركة تتحدث عن موت الإله أو توقفه عن وجود، مستمدة العبارة من الفيلسوف نيتشه الذي أعلن قبل نهاية القرن التاسع عشر موت الإله. تعالى الله جل وشأنه عما يقولون. لكن عدد النعي هذا كان خاطئا، فبعد 3 أعوام تحديدا في 26 ديسمبر 1969 نشرت مجلة التايم عددا خاصا بغلاف أبيض اللون وبعبارة Is God coming back to life؟ هل عاد الإله إلى الحياة؟ وكان ذلك مبنيا على ذبول حركة موت الإله وتزايد الاهتمام الفلسفي مجددا بفكرة الإله. في عام 1980 قدمت التايم مجددا موضوعا مفصلا عن Modernizing the Case for God، تحديث قضية الله. كان الموضوع مخصصا عن ثورة في إيجاد أدلة واستخدام مناقشات وأدلة فلسفية جديدة لإثبات وجود الإله، عن تقديم مفاهيم وتصورات جديدة الله لم تكن موجودة من قبل. بدأت التايم الموضوع بجملة لم يكن أحد يتوقع هذا الشيء قبل عقدين من الزمن فقط. خلال 14 عاما فقط غيرت التايم أقوالها تماما. لا يموت الله أبدا، حاشاه، الحي القيوم الأول الآخر الظاهر الباطن. يموت إيمان البعض به، تموت بعض المفاهيم والتصورات عنه عز وجل، فيعتقد البعض أن هذا موت. لكن سرعان ما ينبثق إيمان جديد، فكر جديد، مفهوم جديد، فإذا به حي لا يموت. تموت بعض أفكارنا عنه فقط لتزيح المجال لأفكار أخرى جديدة عنه أيضا، وبين ذهاب تصور وميلاد آخر يعلق البعض ويقولون لقد مات الإله، حاشاه. يستعملون مفردة إله الفراغات كثيرا، God of Gaps. سيقولون لنا إن إلهنا هو إله الفراغات، ويقصدون أنه نشأ من فراغات المعرفة. لم يكن الإنسان القديم يعرف من أين يأتي المطر أو البرق أو الرعد أو أي ظاهرة طبيعية أخرى من حوله، لذا أمام كل مجهول كان يحتاج أن يجد سببا. أمام كل فراغ في المعرفة كان يقول أن الله هو السبب. هكذا يقولون نشأ إله الفراغات، من وجود ظواهر مجهولة السبب أمام الإنسان. ويقولون أنه كلما تقدم العلم وزادت معرفة الإنسان كلما قلت الفراغات وتقلص حجم إله الفراغات. إلهنا إله الفراغات نحن نراه أكثر في كل اكتشاف علمي. نحن نقول سبحان الله على قناة الناشنال جيوغرافيك ربما أكثر مما نفعل مع أي قناة دينية. إله الفراغات إله نفسر به عجزنا عن الفهم، ليس جيلنا ولا هذا الجيل الطالع بالتأكيد. نحن نرى الله في كل نظرية وكل اكتشاف علمي، نراه يتجلى في المعرفة أكثر مما في الجهل أو مساحات الفراغ. ليس إله الفراغات بالتأكيد، لا تدع أحدا يخدعك بهذه الكلمة. هو إله الصورة الكاملة بفراغاتها وبكل ما هو مملوء فيها، بما نعرفه عن عظمة خلقه وما لم نعرفه بعد. ليس إله الفراغات. سيقولون لنا بأن إيماننا بالله هو مجرد حاجة نفسية نتجت أثناء عملية التطور ومن أجل مد الإنسان بقوة تجعله أكثر صلابة أثناء أهوال الصراع من أجل البقاء. حقا هل اشتركت آلية الانتقاء الطبيعي إذن في عملية التدين عبر التاريخ لتجعل الإنسان أقوى وتزيد من فرصة بقائه؟ تفترضون أن الإيمان كالزائدة الدودية؟ لا، ليس كذلك. لقد خرجنا من الغابة، لكن الصراع من أجل البقاء لا يزال موجودا وصار أشد في داخل كل منا. يبدو هكذا أن الإيمان وجد ليبقى، المعركة ضده خاسرة. يقولون بأن الإيمان هو مجرد عكاز نفسي نستخدمه لمواجهة صعوبات الحياة، والإيمان يمكن أن يكون عكازا نفسيا بالفعل. لا أعرف كيف يمكن أن يكون ذلك اتهاما أو عيبا. نحن نحتاج العكاز دوما في حياتنا الشخصية، لكنهم يختزلون الإيمان إلى مجرد ذلك، ونحن نعرف أنه أكثر من مجرد ذلك. عكاز وأكثر، عكاز ودواء ووسادة ومضاد اكتئاب وحقنة مقوية ومشروب طاقة. ولكن هناك شيء أهم من كل هذه الاستعمالات والفوائد الإيمان. هناك شيء أهم، أنه الحقيقة الإيمان بالله
الإله في النهاية هو إيمان بالحقيقة. عظيم أن يكون ذلك مفيدا كعكاز نفسي أو كمضاد للقلق أو مشروب للطاقة، لكن قبل ذلك هو الحقيقة سواء انتفعت منها أو لم تنتفع. هذه النظرة البراغماتية النفعية للأشياء يجب أن يكون لها حدود. عظيم أن يكون للشعائر فوائد، ولكن هذا لا يجعل من هذه الفوائد سببا لأدائها. كذلك الإيمان يمكن أن يجعلك الإيمان بالله سعيدا مطمئنا، لكنك لا تؤمن لهذا السبب. هو محض نتيجة أن تؤمن بالله لأنه الحقيقة المطلقة في هذا الكون. يمكن البعض أن يجد السعادة والطمأنينة في أشياء أخرى، في العمل الخيري أو التطوعي، في تحقيق الذات أو في إبداع من نوع ما. يمكن لك أنت أيضا أن تحصل على ذلك في أماكن إضافية، لكن هذا لن يجعل الإيمان بالله أقل أهمية، بغض النظر عن كون الإيمان يسد حاجات في داخلك، لكن قبل ذلك هو الحقيقة. وهذا يجعل من قائمة الفوائد اللاحقة مثل زيادة خير لا أكثر. سيقولون لنا: تعتقدون أن الإيمان بوجود خالق أو إله فطرة؟ ولكن الواقع يقول أن ثمة مئات الملايين من البشر من ديانات الشنتو والبوذية يعيشون طيلة حياتهم دون أن يعرفوا فكرة إله أصلا. بالنسبة لنا الأمر غريب، لا يمكننا تخيل فكرة دين بلا إله، لذا نعتقد تلقائيا أن كل دين يحتوي حتما على إله. من ناحيتهم هم يجدون الصعوبة في فهم فكرة الإله أو الإله الخالق تحديدا. مئات الملايين وصولا إلى قرابة 700 مليون من البشر يؤمنون بأديان بلا خالق، فكرة إله غير واضحة. سنصدم ونستغرب قليلا. فهمنا الملحدين، ولكن دين بلا إله؟ عندما ندقق في الأمر سنجد أنهم بطريقة أو أخرى وجدوا قوى فوق طبيعية أو غير مادية supernatural للتواصل معها. ربما أرواح الأجداد كما في الشنتو، ربما مع الروح في أديان أخرى، لكن هذا التواصل مع الغيب موجود أيضا. بين فترة وأخرى يستخدمون اكتشافا علميا جديدا يفسرون به الميل الديني، ويعتقدون أنهم بهذا سينهون الدين. مرة جين مسؤول عن الإيمان، ومرة منطقة في الدماغ، لكن هذا يجعل الأمر أكثر تعقيدا ومعركتهم أكثر صعوبة. هل يعتقدون أن تفسير الدافع الديني سيجعل الناس يكفون عن التدين؟ هل تفسير الدافع الجنسي سيجعل الناس يكفون عن الجنس؟ بلا تشبيه. قيل مرة لبرتراند روسل الفيلسوف الملحد الشهير: ماذا ستفعل إذا مت ومن ثم جاء يوم القيامة وسألك الله لما لم تؤمن بي يا برت؟ قال برتراند: لعدم كفاية الأدلة يا رب. كانت الأدلة موجودة دوما، لكنك ربما بحثت عنها يا برت في مكان آخر ولم تنتبه لها. ربما رفعت من معايير قبولك بالأدلة على نحو جعلك تتجاهل العشرات منها. ليس لعدم كفاية الأدلة، بل لوجود تقصير في البحث، بعيدا عن كل المجادلات والحجج المنطقية والبراهين والبحث عن المغالطات المنطقية في النقاش مع الملحدين. هناك بعد آخر لا يمكن استخدامه أبدا في النقاش، لكن لا يمكن إغفاله أبدا عندما نتحدث مع أنفسنا في هذا الأمر، أو عندما نتحدث مع مؤمنين أو حتى مترددين. ببساطة نحن نشعر على الأقل أحيانا بوجوده في حياتنا. أنا أعلم أنه هو من جبر بخاطري مرات ومرات، وأنه هو من تلقفني يوم كنت على وشك الضياع، وأنه هو من مدني بنور يرشدني إلى الدرب. ببساطة أنا أعلم ذلك. لا شيء يمكنه أن يزيل هذا من ذاكرتي. هو هناك يجبر خواطر اليتامى والأرامل والثكالى. نعم، لا يزالون يبكون، لا يزالون يفتقدون، لكنه جبر خواطرهم وجعلهم يواصلون حتى في أشد حالات الأزمة والعذاب، في أسوأ المعتقلات، حيثما نعتقد أن فقدان الإيمان سيكون نتيجة حتمية. نجد البعض يجدونه ويخرجون أقوى. هو هناك نكون في أدنى حالات يأسنا وضعفنا، فيضع في دربنا علامة أو شخص أو مجموعة أشخاص فيقوينا ويجعلنا نخرج مما كنا فيه. لا يمكننا أن نوهم أنفسنا كل مرة بأننا ربحنا لي نصيب. لا، لقد ربحنا جبر الخاطر منه. تقطعت بالسبل أكثر من مرة في حياتي، أكثر مما صرحت وأكثر مما تتخيلون وأكثر مما يبدو على صورتي، لكنه كان دوما هنا، مرة تلو مرة تلو مرة. مرة قدم لي بدائل جعلتني أحمده على فقدان ما بكيت عند فقده، ومرة جعلني أكتشف قوتي ووضع لي دوما 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 الأشخاص المناسبين الذين كانوا أحن علي من أهلي، يأتون يؤدون دورهم ثم يرحلون. أعلم أن البعض سيسمع هذا الكلام ويتساءل عما يتحدث. لما لم يحدث هذا معي؟ ببساطة لا أعرف لما لم يحدث معك، ولا أعرف إن كان قد حدث ولم تنتبه أنه حدث، ولا أعرف إن كان الأمر أصلا يعتمد على أن تؤمن بأن يحدث معك، أو أنه ربما حدث ولكنك كنت تبحث عن ذلك في السقف ولم تنتبه إلى الأرض أو إلى داخلك. ليس لدي تفسير لما يحدث أحيانا ولا يحدث مع البعض في أحيان أخرى، وأعرف قطعا أن البعض يجد تفسيرات
تفسيرات لما أقول عن إسقاطات النفسية وما يشبه ذلك، لا بأس. هذه تفسيراتهم لما حدث معي ومع الملايين، تفسيراتهم هم، أنا أشعر به. لا أزال أعتقد أن المحاججة المنطقية بالبراهين مع من لا يؤمن أفضل بكثير من الحديث عن وجود الله في حياته الشخصية لكل منا. بلا شك لن أستخدم وقوفه معي كدليل على وجوده، فقط أخشى أن يطغى الحديث المنطقي على هذا البعد الذي لا يمكن تجاهله من الإيمان. سمه البعد الروحاني، الصوفي، النفسي، أي شيء، الشخصي، كما تحب. من غير المنطقي يجعلنا المنطق نتجاهل ما نشعر به. كان هذا هو المصل الأخير من أنتي إلحاد. نشكر متابعتكم وكل عام وأنتم بخير. السلام عليكم.